على رفوف المكتبات العربية تستلقي سير عظيمة لرجال عظام. اليوم أحدثكم عن أول أستاذ للغة العربية في الأزهر الشريف، محمد محمود بن تلاميذ الشنقيطي. كان في مقدمة الذين عملوا لإحياء أمهات تراث اللغة العربية. يقول عنه تلميذه أحمد حسن الزيات: كان آية من آيات الله في حفظ اللغة والحديث والشعر والأخبار والأمثال والأنساب، لا يند عن ذهنه من كل أولئك نص ولا سند ولا رواية. عرف بابن التلاميذ لأنه سليل أسرة كانت مثابة لتلاميذ العلوم، وبذلك يفخر. يقول: غذاني بدر العلم أرأف والد، وأرحم أم لم تبتني على غمه، ولم يفطماني عنه حتى رويته، عن الأب ثم الأخ والخال والعم، وغيرهما من كل حبر سميدع، تقي نقي لا عي ولا فدم. بعد تنشئته العلمية الأسرية تضلع من اللغة العربية في مراهقته على يد جدود ابن أكتوشني العلوي الشنقيطي بمنطقة القبلة، وأجازه في الحديث الشريف العالم المختار ابن الأعمش الجكني بتندوف جنوب الجزائر خلال رحلته إلى الحج. كان وصوله إلى مكة سنة 1283 للهجرة، حيث أدى فريضة الحج وصار يتردد بين مكة والمدينة. هنا أحرز تقدير أمير مكة الشريف عبد الله بن محمد، المعروف بمحبته لأهل العلم وتكريمهم، وامتد إشعاعه من هناك إلى الأستانة، فاستدعاه السلطان عبد الحميد الثاني وأكرمه وعرف قدره، واختاره في سنة 4,300 للهجرة لأعظم سفارة للبحث عن الكتب العربية في إسبانيا. فأحس البدوي الشنقيطي بالوحشة والغربة، حيث كان ضيف شرف على أمهات عواصم أوروبا: لندن وباريس ومدريد، فقال: ما ليل صول ولا ليل التمام معا، كليل باريس أو ليلي بأندلسي. ومع ذلك قام بالمهمة، فألف كتاب أشهر الكتب العربية بمكتبات إسبانيا. في عام 1306 للهجرة بعث ملك السويد والنرويج أوسكار الثاني، بعث إلى السلطان عبد الحميد يطلب منه أن يبعث إليه بوفد من أبناء العرب يسألهم عن القرآن واللغة وأشعار العرب، وذلك للمشاركة في المؤتمر الثامن للعلوم الشرقية في ستوكهولم. وطلب أن يكون الوفد برئاسة محمد محمود بن تلاميذ، وكلف سفير السويد بالإشراف على متطلبات هذه الرحلة. فزار السفير ابن تلاميذ في بيته المتواضع قرب جامع الأزهر، فازدهى الشنقيطي بهذه الزيارة وقال في ذلك شعرا، قال: إلى ملك السويد اسكارها الشهم، سأرحل وفدا لا على جمل وهمي، أسكار ذا الثاني سآتيك وافدا، على بابك السامي لمجمعك الضخم، نحلتك مدحي إذ علت بك همة، فراسلت تبغيني لتقبس من علمي، ونوهت لي باسمي وما كان خاملا، لتجمع بين الاسم عندك والجسم. وقدم ابن تلاميذ القاهرة سنة 1307 للهجرة، فنزل عند نقيب الأشراف محمد توفيق البكري الذي أكرمه، وتعرف إلى الشيخ محمد عبده. وكان الأزهر بحسب الزيات قد درج طويلا على إغفال اللغة والأدب من مناهجه، حتى أدخلها الأستاذ محمد عبده في الدراسة الحرة، وجعل دراسة اللغة للشيخ الشنقيطي. وهنا تتلمذ عليه طه حسين وأحمد الزيات، وكتبا عنه منبهرين. الأول كتب عنه في كتابه الأيام، والثاني في كتابه وحي الرسالة. وكتب عنه أيضا محمد رشيد رضا، كما ترجم له باعتزاز تلميذه العلامة أحمد تيمور باشا، كما قرضه عبد الجواد الأصمعي الذي جمع تصحيحاته لكتاب الأغاني.
وبالتفرد شهد له إسماعيل حافظ صاحب مطبعة الموسوعات بالقاهرة، وحتى سفير السويد بمصر الذي كان مستشرقا اعترف له بأنه كان رجلا عربيا قحا من صميم العرب لغة وعادة ومنشأ ومسكنا. رحم الله الأستاذ العلامة محمد محمود بن تلاميذ الشنقيطي، كان عاصفة علمية هبت من صحراء شنقيط وبواديها.